السلام عليكم البنات، لاباس بخير صحة كلشي لاباس. كنتمنى هذا الفيديو يا ربي يلقاكم في احسن حال. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم الحريرة. غادي نصوبوها. كيف قلت لكم البنات، اليوم غادي نشارك معكم الحريرة. غادي نبدا معكم في المقادير. هنا عندنا قزبر ومعدنوس. هنا البنات انا دايره كميه كثيره. نتوما دابا هاد الكميه غادي ديروا النص ديالها. انا دايره جوج ليف كبار هنا ديال قزبر ومعدنوس، وعندي جوج ربطات كبار ديال الكرافس. هنا عندي زلافه كبيره ديال العدس. هنا عندي شي العظومه غندير فيها العظومه. هنا عندي معلقه كبيره ديال السمن. هنا عندي التحميره، البزار، الخرقوم والسكينجبير والكمون. هنا البنات عندنا مطيشه. هنا البنات درنا حساب ديال المطيشه، درنا شي كيلو ونص، حيت حنا عندنا مطيشات صغار. الا كانوا كبار غادي ديروا غير شي 5 ولا 6 كبار. كيف قلت لكم البنات هنا حيت انا دابا غادي ندير الكميه كثيره، داكشي علاش درت هنا قلت لكم كيلو ونص ديال المطيشه. ديجا قطعناها وسلقتها، وملي تسلقت طحنتها في الطحانه ديال اليد. غير هذيك الطحانه ديال اليد طحناها. هنا البنات ديجا قطعت واحد جوج بصلات كبار، قطعتهم هكا جوج بصلات كبار مشلضين، ودرت واحد زلافه كبيره ونص ديال الحمص، ودرت الزيت البلديه والزيت العاديه، ودرت العطريه اللي وريتكم، البزار، الخرقوم، سكينجبير كندير غير شويه ما كنكثرش، والتحميره والكمون. هنا البنات العطريه اللي وريتها لكم درتو هنا. دابا غادي نديرو هادشي كيتشحر، غادي نديرو العدس وداكشي ونكمل معاكم. هنا البنات دابا درت العدس. دابا ندير هذيك المعلقه كبيره ديال السمن. غادي ندير هذيك مطيشه اللي قلت لكم ديجا سلقتها وطحنتها. ندير هذوك العظيمات. غندير الكرفس، قلت لكم جوج ثلاثه الربطات كبار، حيت حنا عندنا الكميه كثيره، داكشي علاش كنديروا المقادير كثار. قزبر ومعدنوس. صافي البنات دابا درتها البنات. هاد المقادير دابا كلهم غنخليهم حتى يغلاو شويه، ينسجموا هاد المقادير مع بعضياتهم. غنوريكم البنات اشنو كندير لها من بعد. هنا البنات غادي ندير شي جوج معالق كبار ديال الملح. راه نسيت ما وريتهاش لكم في الاول. صافي دابا درنا لها مليحه، غادي نخليها حتى تغلى. صافي وغادي ندير ليها الماء الكافي اللي غادي طيب فيه، وغنسد عليها. صافي ها هي البنات دابا درت لها الماء الكافي اللي غادي طيب فيه. صافي دابا غادي نسد عليها ونخليها كطيب. صافي البنات دابا انا غادي نسد عليها، غادي نخليها تقريبا ما بين نص ساعه حتى 40 دقيقه. هذا هو الوقت اللي كنخليها فيه. صافي كنحل عليها كنلقى كلشي طاب. صافي البنات دابا ها هي طاب لينا داك الحماص والعدس وداكشي اللي درنا. حولناها لهاد البرمه حيت عندنا كميه كثيره، حولناها لهاد البرمه. دابا غادي نزيدوا ليها غادي نزيدوا لها واحد المقرج ديال الماء، راه درناه ها هو كيطيب طاب، غادي نديروه ليها. دابا غادي نوريكم غنديروا لها الشعريه. اما البنات دابا كيف قلت لكم من المره الاولى، راه اصلا حنا دايرين الكميه كثيره، داكشي علاش كنديروا المقادير بالزيت. دابا هي عندنا واحد زلافه كبيره هنا ديال الشعريه. ها هو عندنا الفورس ديجا خلطناه مع الماء، وهنا عندنا مطيشه الحك. دابا غادي نخلطوا هادشي. دابا غادي نديروا الشعريه هي الاولى، غادي ندوروا الحريره بالمطيشه والفورس. دابا ها هي غادي نكبوا فيها هذيك الشعريه. صافي وغنخليوها شويه على ما طابت هذيك الشعريه شويه، عاد ندوروا الحرير. صافي ها هي البنات دابا ملي زدت لها واحد المقراج ديال الماء طايب. صافي دابا غادي ندير لها هذاك الفورس، وانا كنحرك باش ما تكورش ليا. صافي البنات دابا غادي نبقى نحرك فيها واحد شويه غير باش ما يلصقش هذاك الفورس. صافي غنبقى نحرك فيها واحد شويه صافي ونخليها طيب مازال.
نخليه حتى يطيب هذاك الفورص اللي درت. ودابا غادي ندير حتى المطيشه ديال الحك حتى هي غادي نديرها. المطيشه ديال الحك درت جهد شي 3 المعالق كبار درتهم. المهم نتوما ملي عاد ديروا الكميه ديالكم غادي ديروا غير الكميه صغيره. هيا دابا البنات غادي ندير هذيك مطيشه الحك. هيا البنات دابا نفس الزلافه اللي درت فيها الفورص درت فيها حتى مطيشه الحك درتها فيها صافي. دابا غادي نزيدها حتى هي وغادي نبقى نحرك. صافي دابا غادي نبقى نحرك فيها صافي وغادي نخليها على ما طاب هذاك الفورص ومطيشه الحك. غنخليها بحال هكا شي ربع ساعه صافي ونطفي عليها. وصافي البنات دابا ها هي ملي طابت لينا دابا الحريره ها هي كي كتجي شفتوا راه كتجي زوينه وبنينه والله. ودغيا كتوجد بهذه الطريقه شتي راه كتجي عاقده وكتجي حمراء. هذيك الكمونه البنات اللي كنديروا فيها كيعطيها واحد المذاق زوين بزاف والله. كاين اللي ما كيديرش فيها الكمون كيقول لك لا الكمون ما كيجيش في الحريره، ولكن والله العظيم الا كيعطيها واحد المذاق زوين. وكنتمنى من الله البنات الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وما تنساوناش من الدعم والاشتراك ولي كومونتير ديالكم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه اخرى وشكرا.